السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم جميعا يا رب. فيديو النهارده مختلف شويه بقى عن فيديوهات القناه، وهو يبقى اول فيديو فيه توضيب الشقه بتاعتنا ان شاء الله، شقه الاسكان الاجتماعي 90 متر. وهقول لكم النهارده على شويه كده نقط تاخدوها كده وتبقوا عارفين كويس جدا انتوا داخلين على ايه، لان الموضوع مش سهل جدا، فلازم تبقوا واخدين بالكم كويس جدا. وهي سباكه زي ما انتم شايفين كده. الحمام في الاول كان عامل ازاي؟ هو يعني ما كانش احسن حاجه خالص، وزي ما انتم شايفين كل دي صور كده بوريكم احنا عملنا ايه وايه الخطوات اللي احنا عملناها. اول حاجه بقى، احنا اول حاجه هنعملها هنكسر السيراميك حاجه السباكه كلها، علشان نشوف السباكه اخبارها ايه. واللهم لك الحمد، كان اختيار موفق جدا 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 ان احنا نعمل الخطوه دي وما نروحش الشقه على السباكه اللي احنا مستلمينها بيها، لانها بصراحه سباكه يعني حسبي الله ونعم الوكيل. بصراحه مش قادره اقول اكتر من كده. زي ما انتم شايفين الاول احنا كسرنا نص الحمام، وكنا معتمدين ان احنا هنجيب سيراميك يعني نوفقه مع لون السيراميك اللي فوق، ونظبط يعني الحمام كده، يعني من الاخر نلم الميزانية بتاعتنا. طبعا زي ما شايفين اول فيو كان هنا على الشمال التويلت، وعلى اليمين هنا كده كان البانيو القدم. طبعا احنا هنا غيرنا السباكه زي ما انتم شايفين كده. المرحله دي كنا كسرنا الحمام زي ما انتم شايفين، والسباك كان عمل السباكه. انا مصورتش طبعا الحاجات دي لان يعني ايه، زوجي هو اللي كان بيبقى مع الصنايعيه وكده، فما كنتش بقدر ان انا اصور كل حاجه. فهنا بقول لكم ان انا السيراميك دوت كنا خلاص معتمدين ان احنا هنخليه. فلما جينا بقى بصينا لقينا فيه سيراميك بقى فيه حاجات متكسره وحاجات مش عارفه ايه، والسيراميك اصلا جودته مش كويسه، ولا حتى السقيه بتاعته كويسه ولا اي حاجه زي ما انتم شايفين. فهم بيعملوا ايه؟ هم بيعكوا كده اي حاجه وبيسلموها للناس، والناس تخبط دماغها في الحيطه بقى. فاول حاجه عشان تقعدي في شقه الاسكان وتقعدي مرتاحه لازم تغيري السباكه بتاعتك. تعالوا اقول لكم بقى المواسير اللي احنا شلناها. انا عايزه اقول لكم اول حاجه بس الكوع بتاع التويليت، الكوع بتاع القعده كان مكسور. انتوا متخيلين احنا لو كنا قعدنا على كده؟ بصوا بقى، دي المواسير بتاعه الميه او بتاعه السباكه اللي احنا شايلينها، المواسير نص بوصه. انتوا متخيلين على ايه المواسير نص بوصه؟ اولا مواسير ضعيفه جدا 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 زي ما انتم شايفين، يعني انتوا تتنوها بايديكم كده. غيرنا السباكه كلها كلها. ده الباب ده بتاع البلكونه. انا هقول لكم احنا هنعمل بيه ايه دلوقتي. تعالوا بقى اوريكم المواسير اللي احنا جايبينها طبعا بتوكيل، وجايبينها بضمان وكده، علشان طبعا السباكه دي اهم خطوه عندك في الشقه. بصوا الفرق، بص فرق المواسير، يعني حسبي الله ونعم الوكيل في كل حد ما بيراعيش ربنا في شغله بصراحه. فزي ما قلت لكم احنا غيرنا كده السباكه، وكنا خلاص زي ما انا بقول لكم معتمدين ان احنا هنسيب النص الفوق بتاع الحمام. فقلنا لا، هنغيره كله، بما اننا بقى بنعمل يعني دخلنا في الموضوع ورجلنا اتحطت فيه، فلا نعمل حاجه على نظافه احسن. فجبنا اهو السيراميك الحمد لله، واخترنا الالوان وكده، وكنا الحمد لله كان ربنا يعني ايه بيسرها عشان اللي يعني ميزانيه بصراحه احنا ما كناش متخيلين ان هي تعدي الليفل ده، بس الحمد لله. هنا كان جيت طبعا شركه اللي هي التوكيل بتاع المواسير، عمل كبس للمواسير وكل حاجه، واتعمل بقى عزل وعزلنا. وبرده الاسمنت ده بتبقى طبقه عزل تانية، شايفين بنداري بيها كده كل المواسير وكده، مواسير الميه وكل الحاجات بقى بتاعت البيبه والكوع والكلام ده كله بيداروا. اهم حاجه ان انتوا تجيبوا برضو شركه تكبس لكم المواسير كويس جدا، او الشركه يعني هي بتاعه المواسير اللي انتوا هتجيبوا منها تكبس لكم المواسير كويس، علشان دي خطوه مهمه جدا جدا. عملنا طبعا الاول زي ما قلت لكم بعد ما كسرنا كل حاجه اتعمل عزل واتعمل تغيير سباكه كامله جدا كامله. ودلوقتي بقى هنبتدي ان احنا نكسر باقي الحمام. الحمام اصلا كله هو مش كبير، مساحته صغيره. فبرضه هقول لكم احنا يعني كملوا الفيديو للاخر، في افكار حلوه جدا جدا، وفي الاخر اختلف 180 درجه. هنا كده كنا ابتدأنا ان احنا يكسروا زي ما انتم شايفين اهو في السيراميك، علشان خاطر يخلوا الحمام كله ما فيهوش اي حاجه. يعني هنشيل كل السيراميك ده عشان ايه؟ نجدده. زي ما انتم شايفين كده اهو اتكسر. ويعني بصوا، يعني هما لو يسلموا الشقة بصراحة
على الطوب الاحمر هو يبقى احسن لنا بكتير جدا. انا عايزه اقول لكم فلوس التكسير، وانك تجيب حد يشيل الحاجه يعني حد يكسر، وحد يشيل الريتش اللي هو بيطلع من الحيطان وكده وينزله تحت، كل ده والله بمبالغ ومبالغ مش قليله. فهم لو كانوا سابوا لنا الشقه على الطوب الاحمر كنا احنا عرفنا نوضبها، وكنا في فلوس كتير جدا 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 ما صرفتش واترمت على الارض كده، فلوس الهددان وفلوس الحاجات دي كلها. المهم نرجع بقى لموضوعنا. ادي الشقه الحمام اهو، كان كل حاجه ظبطت، وكمان آه اتعمل اهو السيراميك بتاعه. طبعا انا ما عرفتش زي ما قلت لكم اصور والصنايعيه شغالين في الشقه، عشان ما كنتش انا اللي ببقى موجوده، انا كنت بروح اخد منها لقطات كل ما حاجه تتعمل. هنا كده كان اللهم لك الحمد السيراميك اتركب زي ما انتم شايفين، فرق شاسع، وفي الاخر هتشوفوا التشطيب النهائي والفرش تحفه تحفه تحفه. بصوا بقى، احنا كنا الاول هنقولنا هنركب بانيو اللي هو ال120. هو هيجي، مش هيجي، هو هيجي، بس انا دلوقتي بقى هوريكم الدنيا يعني عامله ازاي. بصوا بقى ما شاء الله لا قوه الا بالله، الحمام بعد ما اتفرش بقى وقعدنا خلاص في الشقه، انا هبدا انزل لكم كده كل حاجه قبل وبعد وعملنا ايه والدنيا كانت ماشيه معانا ازاي. هنا كده الحمام اللهم بارك اختلف 180 درجه. شلنا الباب الخشب وركبنا الباب الالموتال، ده كان باب البلكونه، برضه هوريكم عملنا ايه في تعديل البلكونه. وخليت الحمام فاضي خالص، ما فيهوش غير التويليت والحوض بس، ما فيهوش اكتر من كده. بصوا الحوض والتويليت ده اللي انا مستلميهم، بس يعني بصراحة كنت عايزة اغيرهم، بس الميزانية بقى طبعا راحت في السباكة وفي السيراميك والكلام ده كله، فبإذن الله فيما بعد كل ده يتغير. بس هما شغالين يعني، الحمد لله لقينا حاجة بتقول ايه احنا شغالين معاكم. طبعا غيرنا الخلاطات كلها، خلاط الدش والخلاط بتاع الحوض الوش، كل ده اتغير، وجبنا خلاطات جديدة وحاجة نظيفة، لان دي حاجة انت يعني هتبقى بقى ان شاء الله باذن الله شقة العمر، فتعملوها بايه يعني بتأني كده، وما تستعجلوش يا جماعة. بس اللهم بارك، شايفين بقى الفرق، شايفين فرق السيراميك، فرق الجودة، فرق كل حاجة، كل حاجة فيها فرق بصراحة. الحمام بقى انا عايزه اقول لكم، انا كنت عايزه اعمل له بانيو زي ما قلت لكم، وحسيت ان انا بقى لو عملت البانيو هيبقى الحمام محكم جدا، مفيش غير حته صغيره جدا تقفوا فيها قدام ايه القعده كده بس، وهيبقى في المنطقه دي هنا كده اللي جنب الحوض دي اللي هي وتحت الدش كان يبقى فيها بانيو. فحسيت ان الموضوع معايا مش هيبقى احسن حاجه خالص. طب قلنا هنركب كابينه، بصراحة دي كانت اكتر حاجة في دماغنا، تركيب الكابينة. طيب جينا برضو نركب الكابينة، يعني اولا وقتها كان لسه مش مقتنعة كابينة او بانيو او فقلنا بقى زي ما انتم شايفين كده، عملنا السباك عمل لنا الفتحة دي المفروض الصرف بتاع البانيو او بتاع الكابينة ايا كان. فهو علشان احنا عملناه وقلنا يعني هنشوف الاستعمال بقى بتاعه ايه. طبعا عشان بقى ما يعملناش فيها بيبه او الكلام ده كله، عارفين بقى الصفايه بتاعه الحوض العاديه خالص، هو ركبها لنا هنا كده. هي على فكره هي مش باينه خالص خالص خالص. حبيتوا بقى تسيبوا الحمام كده ماشي، عايزه تركبي بانيو او كابينه، الاتنين معاكي، يعني الاتنين شغالين معاكي، ان انا يعني خلاص عاملين الصرف بتاعهم وتمام. لو محتاجين في يوم اركب الكابينه مش هتعب في الصرف، صرفها موجود. البانيو هيبقى البانيو اللي هو التركيب طبعا، مش اللي هو البانيو اللي بيتبني، هيبقى البانيو اللي بيتركب، هيتركب برضو صرفه موجود. ففي الحالتين مع الاستخدام احنا قلنا هنشوف مع الاستخدام بتاعنا الحمام عامل ايه. بس انا من موقعي هذا وبعد شهر من القعده يعني في الشقه واستعمال الحمام، فلا انا لا هركب كابينه ولا هركب بانيو، وهكتفي بان الحمام كده هو كده تمام اللهم لك الحمد، مش تعبني في حاجه. زي ما انتم شايفين كده، هو برضو مساحته ولا كبيره ولا صغيره، هو معقول يعني كويس. فلا مش نصيحة بقى، نصيحة ودي نصيحة تاخدوا بيها، لا تركبوا كابينة ولا تركبوا بانيو، وخلوا الحمام زي ما انتم شايفين كده. وضبوا حاجتكم بالراحة، وضبوها على يعني على مزاجكم. ما اللي هياخد شقة اسكان يا جماعة يفور السباكة، ده رقم واحد. رقم اتنين بقى يعني
يعني في حاجات تانية باذن الله هنزلها لكم الفيديوهات اللي جايه على الكهرباء، هتتفاجئوا منها. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اتمنى يكون يعني حاسين بفرق قبل وبعد. وان شاء الله اللي يشوف الفيديو باذن الله ما ينساش يعمل لايك وشير، وكمان سبسكرايب للقناه. باي باي.